ومشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. طبعا أنا ليس من باب السبق الصحفي، الكل بيعرفني عبر أثير راديو عمان FM وأصدقائي عبر صفحتنا على الفيسبوك. خرجنا بهذا التسجيل مباشرة لأننا الآن أمام أيقونة أردنية ترفع الرأس. أتمنى تكون معي يا جاسر وتعملوا شير، لأنه الآن أنا أمام البطل الأردني اللي بيض وجوهنا جميعا في حادثة أمس، حتى نستقصي منه بعض الأسئلة التي خرجت عكس ما يقال عن الحقيقة. أنا الآن مستمعينا الأفاضل في المستشفى، والحمد لله ببشر كل إخواننا الشرفاء ليس في الأردن، في الوطن العربي، أن هذه الأيقونة بصحة سليمة لأخونا زيد محمد سامي مثقال الفايز، وبني صخر حمر النواظر كما يقال أشهر من نار على علم، ولهم جهود عظيمة في البلد. احنا الآن أمام أخونا زيد الذي يتماثل للشفاء على سرير الشفاء في المستشفى. أسعد الله مساءك أخوي. أسعد الله مساءك ومساء الجميع. الله يسعدك زيد. الآن الكل بيتابعك وراح يشوف. طبعا الحمد لله صحته تمام ما شاء الله. أنا كرمني الله، أنا بعتبرها تكريم وتشريف. أتيت خصيصا لأقبل هذا الرأس وما حوى وهذا الساعد. أنا زيارتي عند أخونا زيد للاطمئنان على صحته حتى نعالج عدة قضايا. القضية الأولى، أولا يا سيد العزيز، ردا على من يقول أن زيد نال ما نال لأنه قام بخطف ذلك المدعو عماد. فالآن بدي تسمعوا الجواب من نفس زيد. زيد، هل تم خطفه؟ والله أول شيء أنا أحكي خطف. أنا ما خطفت، أنا مبين كل شيء على الفيديو، في تسجيلات وفي كل شيء. أنا دخلت علي واحدة والدخيلة الله يستر عليها، والواحد ما يحب يحكي بالدخال. وأنا أتمنى من كل واحد حر، ومن كل واحدة حرة، ومن كل أردني، ومن كل أردنية، ومن كل صخري، ومن كل صخرية، التسجيل اللي طلع على صوت البنت، انه اتمنى من كل واحد حر يصطبها، لانه ربنا يحب الستر ويستر على الناس، وانا احب الستر واستر على الناس. ربنا بيحب الستر. سامعين يا جماعة الخير؟ سامعين؟ هاي اخلاقيات زيد اللي سامعينها حتى وهو الان يتماثل على سرير الشفاء للشفاء. الله يشفيه يا رب ويحفظه لاهله. الان بحكي لك يعني ما يضرني الان انه التسجيلات المتداولة بين الناس في خصوص المستورة انها تلغى. اذا يعني قضية انه انخطف كذب، هي عبارة عن بنت دخلت عليك دخالة، دخلت علي على بيتي، دخل وراها، في عندي كاميرات على البيت مصورة، كل اشي مصور ومثبت. نعم، بس هاي قبل 7 شهور وانتهت الامور، وهسه سوالي كمين عن طريق الدولة. اول اشي احنا بدولة امن وامان، احنا دولة ابو حسين، دولة الهاشميين، احنا اردنيين. انا صخري، وكل بني صخر معي، بس مش بني صخر، انا كل الاردن معي، كل الاحرار، مش الاردن، برا الاردن اللي شافوا المنظر وشافوا الاشي اللي انا صار فيه مش اشي. طبعا 30 واحد، العدد 30 على واحد. أشرطة الفيديو اللي شفتوها نفذوا العملية، بس هاي اللي شفتوها في النهاية. أما هم كانوا أكثر من 30 شخص وتربصوا له، أتوا بالغدر. طبعا ربصوا إلي عن طريق التلفونات، في إلهم ناس بالسيطرة، لأنه هو زلمة رائد كان يداوم بالحرس الملكي. طبعا زيد لا يمثل الحرس الملكي. أكيد هو لا يمثل الحرس الملكي، ولا حتى حرام يلبس الشعار الأردني. حرام يلبس شعار سيدنا نفسه. ما إذا يقبلها علي أو يقبلها على أي واحد أردني أو أي واحد من برا، ما يقبلها. أنا قضية مش قضيتي أنا لحالي، وما بحكي فيها، هذه قضية بني صخر كاملة. هاي أول إشي ربعي لأهلي، وثاني إشي أنا قضيتي صارت للأردن كلها وللعالم كلها. أنا مش بس، وأنا قضيتي عند جلالة سيدنا، لأنه هذول حرس جلالة سيدنا. طيب. أنا قضيتي عند عبد الله بن حسين، الله يطول لنا بعمره. الله يسعدك.
طيب زيد، إذا نقطة النقطة الأولى، إذا مش إنه تم خطفه، هذا كله أكاذيب مثل ما حكينا. لا، هذا كله البنت كذب دخلت في عليك تسجيلات. دخالة، الله يستر وانت عليها. قمت بالدفاع عنها. نعم. وقمت بالواجب امام بيتك. نعم. أنا وهو بعد بالدفاع 7 شهور من الحادثة وانتهى تماما. الموضوع، صار الموضوع مع النائب عمي حابس. اها. وتدخل زيد الشوابكة، النائب زيد الشوابكة، في اخوه مخلد القاضي. وصار الموضوع بوجوه، وانتهت الموضوع، واحنا انهينا عشان السترة، لانه احنا تعودنا وتربينا ابهاتنا وجدودنا. يعني انا جدي سامي المثقال هو اللي علمنا الاشياء هاي. ياما ما دخل عليه ناس، وياما ما ستر على ناس، وياما ما عمل الشغلات هاي. طيب احنا حبينا نستر، بس هم بعد 7 شهور وسووا لي كمين دولة، مش كمين واحد يراقبني، ما راقبوني، تبعوا لي على التلفون. طبعا خلينا اوضح لهم، انا رايح على الصراف اصرف. بدي اوضح بس للساده المستمعين والمشاهدين جميعا انه بقصد بكمين دولة انه عبارة انه هذا الفرد استغل وظيفته اللي هي في الحرس، واستغل سطوته. نزلوه من الحرس. واستغل سطوته لكي يدخل الى امور ومناطق واجهزة لا يحق له ان يصل اليها. وهذا اللي بنحكيه احنا، نقطة الفساد اللي ليش بنحمد الله انه صارت هاي المشكلة، حتى تكشف فساد بعض الافراد المسؤولين اللي بيستغلوها عشان ينفذوا اجندات شخصية وشهوانية بحتة لا تمت الى الوطن ولا المواطن الى بشيء. ومثل ما حكى اخونا زيد من البداية، نحن في الاردن نفخر بهذه القيادة الهاشمية، وهؤلاء يسيئون الى انفسهم ولا يمثلون الا انفسهم. طب نقطة أخيرة زيد يا أخوي الآن، طبعا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويسلم الجميع. وأنا أشكر كل واحد حر، وكل حرة وقفوا معي وناضلوا معي بقضيتي. أنا حكيت لك أنت، أنا اليهود وهم يهود ما يعملوا العملة اللي صارت معي. وإذا جلالة سيدنا يقبلها، لا والله ما يقبلها. إذا جلالة سيدنا يقبلها أنا أقبلها على أي واحد. هذا من أخلاقياتك الرفيعة. بس تأكد تماما مثل ما حكيت، احنا في دولة مؤسسات، القانون يأخذ مجراه، وتأكد تماما أن القانون سينصفك، وتأكد تماما. أنا أطلب من جلالة سيدنا بس يتحرى لي بموضوع أنه كيف تبعوا لي على التلفونات، واني انا رايح على مجمع جبر، رايح على الصراف اصرف احول لاخويا بعمان مصاري. كيف تبعوا لي ويضربوني وياخذوا يفتشوني وياخذوا مفاتيح سيارتي وياخذوا محفظتي فيها هويتي وفيها رخصتي وفيها اغراضي وفيها في ذكرت واغراضي كاملين، وياخذوا تلفوناتي 2، واخذوا المصاري مني اللي كنت احولهم. ويعني مش عارف ايش تحكي. طيب اخر سؤال وما بدي اطول عليك عشان تاخذ. والضرب كله كان براسي عندما يضربوني بوجهي. شغلت أيوة. بلطجة. كان هذا عماد الشواب كان يحكي لهم اضربوه بوجهه علموه، ضربوه بوجهه علموه. مسك السكينه بده يضربني، هاي ايدي مسكت السكينه فيها 8 قطب، مكان السكينه عن وجهي من هان وعن رقبتي عن المنحر، وضربوني براسي هاي 8 قطب ببلطه فتحوا لي راسي. وانا انا هذا مش هسه مش قضيتي، هذه قضيه الراي العام كله. طيب وعند هاي عند بوجه سيدنا، لانهم هذول اللي يلبس شعار سيدنا يمثل جلاله سيدنا، واحنا كلنا جنود ابو حسين، كلنا جنود ابو حسين، وهذا اللي احنا تعودنا عليه. تسلم. الف الحمد لله على السلامه. الحمد لله. بس بدي اكد للساده المستمعين والمشاهدين جميعا انه كان تركيزه بيعكس عن اخلاقيات الزعران والبلطجيه والشبيحه. لما هجم عليه كان كل تركيزهم انهم يعلموه في وجهه. واصلا اول ما يجوني كانوا يحكوا لي انهم دولة مسكوني وصاروا يضربوا في، يعني انهم دولة ودهم ياخذوني، بس نزلوني بالارض وصاروا يضربوا براسي، وصارت شغلة بلطجة مش شغلة الدولة. طيب الحمد لله على السلامة يا اخوي زيد. الله يسلمك. وانا سعيد بلقائك واشكرك على هذا اللقاء. شكرا لك حبيبي. اذا مستمعينا ما بدي اطول عليكم، لانه احنا الان في هاي الغرفة. الحمد لله على سلامة اخونا محمد زيد عفوا. ومثل ما سمعتوا تماما هذا الحدث اللي جرى. طبعا النقاط المتبقية اللي راح نحكيها مع جميع متابعينا، في نقطة مهمة جدا، انه هذا الشخص لا يمثل الجهاز كامل، جهاز الحرس الخاص، هذا يمثل شخصه ويمثل اخلاقياته وحده. والحمد لله النقطة الثانية
إنه زيد بصحة سليمة وصار أيقونة ليس للأردن، للوطن العربي، كيف أنه كان عرضة للخطر لأنه وقف يدافع عن امرأة فقط دخلت عليه دخالة في أعرافنا، وكيف تعرض لهذه المخاطر. والنقطة الثالثة تعكس أخلاقيات المعتدي، وبتجسد على أنه يمثل نفسه عندما استخدم أسلوب الزعران والبلطجية والشبيحة. أنا بتمنى من الجميع يعمل شير لكل المواقع، لكل الصفحات، إنه بطل الأردن زيد بصحة وبخير الحمد لله، وخاب وخسر من قام بهذا الاعتداء عليه. وهذه تحياتي، عبد الرحمن وهدان، إلى اللقاء.